عمرك تخيلت تقف قدام ربنا وصحيفتك ما فيهاش ولا حسنة تعتمد عليها؟ تاجر غني مات، ولما اتسأل عن أعماله ما لقوش له عبادات كبيرة، لم يعمل خيرا قط. بس كان عنده عادة واحدة، كان بيقول للصبيان بتوعه: لو رحتوا تلموا الفلوس من حد مديون ومش قادر يدفع، تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، يعني سامحوه يمكن ربنا يسامحنا. ربنا سبحانه وتعالى رد برد يزلزل القلب، قال: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. ودخل الجنة. في عز الضغط المادي اللي الناس فيه، ارحموا بعض، سامح في حقك أو اصبر على مديون، يمكن دي التجارة اللي تنجيك. أنا قبلة، وهنا بنرجع للأصل.